في أشخاص لا يمكن لك أن تنساهم. يعني عندنا كان ضابط كبير، هذا الضابط كان من قادة ثورة 1963 آذار. نعم، انقلاب البعث. اسمه محمود الحاج محمود، وأشعره أبيض وضخم ما شاء الله، الكفين ضخم. فكانوا هذا الرجل، لنعرج على قصته بسرعة، هذا الرجل كان له علاقة مع حافظ أسد. عندما عاد إلى الجيش وانتصروا هو السبب في إعادة حافظ الأسد إلى السجن، إلى الجيش. كان مسرح حافظ أسد، فأعادوا إلى الجيش وأرسلوا إلى مطار من المطارات وأعادوا إلى عمله، واستمرت العلاقة بينهما. لكن عندما حصل الانقلاب 1966 الشباطيين على البعثيين، كان هو محسوب على أمين الحافظ، وتجنب، لم يعتقل، تجنب. قالوا عرضوا عليه أن يكون سفير في مكان معين أو ملحق عسكري، لكن بعد استلام حافظ أسد أراد أن يكرمه أكثر. المهم الرجل يعني تجنب أن يكون جزءا من الدولة التي ظاهرها طائفي بشكل عام. فهذا الرجل في 1979 شارك في أحداث الاحتجاج العام، فاعتقل. وحافظ أسد علم باعتقاله لأنه شخصية مهمة، فاستدعى حافظ أسد والتقى به وقال له: أنت قدمت لي خيرا ومعروفا كثيرا، وأنا لا يمكن لي أن أنسى معروفك الذي قدمت، وطالما أن الأمر كذلك فأنا أعلم أنكم أنتم المسلمون تحبون الجنة وتحبون الذهاب إلى الجنة، فأنا سأرسلك إلى سجن تدمر، وهناك سيتم إعدامك لتذهب إلى الجنة. بهذه الصفاقة ورحل إلى تدمر. هذا الشخص حافظ أسد كان يخدمه، وبعض الرقباء علموا أن هذا ضابط كبير، فكانوا يأتونه ويعذبونه ويضربونه.